ازيكم يا جماعة؟ معاكم المهندس أحمد من قناة حليم وتك. النهاردة هنتكلم عن برنامج مفيد جدا بالنسبة للفلاشات. أي فلاشة بتركب في الكمبيوتر عندك، البرنامج ده هيكون خاص بالفيروس اللي فيها. في بعض الفيروسات السريعة اللي هي زي الأوتوران، وفي بعض الفيروسات تانية بتكون سهل إنها تتشال بالبرنامج ده، غير طبعا احتياج لبرنامج أنتي فيروس. طيب، كل اللي علينا البرنامج ده اسمه يو اس بي جارد أو يو اس بي ديسك سكيورتي. هنفك ضغط الملف ده وهندوس عليه كليكتين شمال نبدأ نسطب فيه. هو البرنامج ده يو اس بي ديسك سكيورتي. كل اللي علينا هنعمله هنسطب البرنامج، ندوس اوكي. طبعا انا عشان مسطبه بس فبيظهر لي المسج دي، انا هقفله وهبدا ان انا اكمل اجراءات التسطيب عادي جدا. طيب كده البرنامج بقى جاهز معايا للاستخدام. كل اللي بيحصل يا جماعه ان انا مجرد ما بشيل الفلاشه واركبها تاني، يعني انا مثلا انا مشغل فلاشه، انا هجرب دلوقتي هشيل فلاشه وهجرب اركبها مره تانية. مع تركيب الفلاشه هتلاقوا فيه البرنامج ده بدأ يظهر هنا. طالما مديك تشيك مارك ان هي صح كده، يبقى كده الفلاشه دي سليمه، ما فيهاش فيروسات الاوتران او الفيروسات اللي هي اللي بتتدخل مع الويندوز على طول من تلقاء نفسها. طيب لو فرضنا ان هي جاب لي هنا احمر، هتلاقيه ظاهر لي الشكل اللي انا هجيبه لكم دلوقتي ده بالظبط. هتلاقوا نفس الجدول ده موجود والفيروسات موجوده هنا مرصوصه تحت اسمائها. كل اللي علينا هندوس ديليت اول كده هيمسح كل الفيروسات اللي موجوده، وقبل ما نفتحها هنشيل الفلاشه ونشغلها مره تانية، وبالتالي الفلاشه هتفتح معانا بصوره طبيعيه. وغير كمان ان انا مش هيتنقل لي الفيروس تلاقيه. ده كان شرح لاستخدام البرنامج النهارده، وان شاء الله هسيب لكم تحميل البرنامج في صندوق الوصف، تقدروا تحملوه في اي وقت، والبرنامج مجاني ما فيهوش اي فلوس. كان معاكم مهندس احمد من قناه حليم وتك. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. شكرا، مع السلامه.